السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نترحم على خوتنا المسلمين اللي ماتوا في ليبيا والمغرب بسبب الكوارث الغير طبيعيه، وصراو بزاف احداث قبل وبعد هاد الكوارث، وإلا بغيتوني نشاركهم معاكم كتبوا لي في التعليقات نحاول نشاركهم معاكم في هاد السيمانه ان شاء الله. استناو كاين حاجه قبل ما نبداو الفيديو، بغيت نقول لكم باللي هاد الصورتين وين شفتوهم من قبل. هاد الصورتين كي تشوفهم واش يجيك في بالك؟ واللي يجيبها صح نشارك التعليق تاعه في الفيديو الجاي. المهم خلونا نبداو الفيديو. على بالي باللي انا اخر واحد يحط فيديو على الصيف، حتى بغى يخرج عاد انا درت فيديو تاع الصيف، ومن الاخر زعما المحتوى تسليكي. المهم خاوتي خلونا نبداو الفيديو بهذا الفلاليس تاع دومين. سخانة راهي 68 يا خالتي ليكم. كيبداو يتكاثروا هاد الفلاليس اللي يحتاجوا بزاف على الحمان. تعرف باللي الصيف دخل، كل واحد فيهم يرفد مقله ويحميها مليح في الدار، ومن بعد يخرج زعما يصور لينا باللي راه يحميها على حراره الشمس. ما هي راه غير سميشه، ما لا شمش لا شمس، هي سميشه وخلاص. نروحوا ندير بكم واحد التحليل جغرافي شمسي راك فاهم، ونبداو بهاد المناطق اللي عندهم السميشه راك فاهم، شغل ظريفه راك فاهم. السميشه تخرج تقضي فيها، تخرج لصاحبك، تخرج مش عارف تقضي صلاح. بصح اللي ساكنين في هاد المناطق يشكو منها بزاف. مانيش عارف راكم باغيين الدوله تضالي الجزائر ولا كيفاه. وعندنا تاني هاد المناطق شغل جايين في الوسط، هادو تاع الشمش. بصح المواطنين اللي ساكنين في هاد المناطق صابرين وما يشكوش بزاف بالرغم من المعاناه. وعندنا هاد المناطق انا نسميهم 16 الوحش، هادو ما فيهم لا شمش لا شمس لا سمش، هادو فيهم القايله. هذه يسموها شمس يا اخي، يسموها سمش. والو هذه يسموها قايله، عطانا ربي سبحان. والمواطنين اللي ساكنين في هاد المناطق موالفين بهاد الوضعيه، تحس بكاع واكلين الفاكهه تاع كاينو، وما عندهمش تعاقب الاوقات كيما نقولوا زعما تجي الصباح من بعد القايله، من بعد تجي هذيك العشويه يبدا يبرد الحال، من بعد يجي الليل. لا، تنوض الصباح بكري 12 الصيف اوت سخانه لبرا 200 راني نقول لك القراب جناح طاير به وجناح يظل. المهم خاوتي كامل على بالكم باللي هاد الصيف جا حامي بزاف، بصح مهما نحكي لكم ما تصوروش الحراره في الجنوب. من كثره الحراره بزاف جنون بغاو يخرجوا يصيفوا. الجنون جاو الحمان ويخرجوا يفوجوا حمالي والحال. واكثر حاجه تحيرني في الصيف اكثر من البحر والله هاد البير، قاع ينقزوا فيه وواحد ما يضرب فيه واحد وراه يمشوا لتحت، مانيش الله اعلم. وكاين شي ناس من اهل الجنوب اللي ما يعوم ما ينقز في بير، يشري 2 ملاين قهوه ويفوت الصيف تحت الالجي. ولد عمي الله يرحم الوالدين 2 ملاين قهوه غدو وحديها دير لها 2 كيلو سكر. ومع كاع هاد الحمان تايا كمواطن مشوي تحوس تروح للوجهه اللي يروحوا لها اغلب الجزائريين. وين؟ البحر. وكي تجي تحوس على الشاطئ المثالي تولي انت ولوفي كيف تحسب راك تحوس على جزيره رافتين. ماشي معناها انه ما عندناش شواطئ شابين في الجزائر، بالعكس كاين بزاف، غير حنايا ما نعرفوش نروجوا للسياحه في الجزائر. نعطيكم ابسط مثال وفيديو قصير يلخص كاع واش راني باغي نقول. يا خو جماعي واحد يعوم في الكنديا في الديكا في قادوس. قبل ما نهضروا على هذا الفيديو بغيت نقول لكم باللي هذا الفوكال اللي راح حاطها في الفيديو تاعه تقريبا كامل سمعناها هذا الصيف، دارت حاله، وهي حاجه مليحه كي تشوف كاع البلايص الشابين تاع البلاد في بلاصه واحده كيما صرا في هذا الفوكال، باش كي تجي تحوس على البلاصه الشابه تلقاها واجده، تدخل للفوكال تلقى البلايص الشابين بزاف. واش راك دير خو؟ واش راك دير يا خو؟ ليك شاك تراطي ليك شاك تراطي يا خو. المهم خاوتي السيد راه داير هنا السياحه الجزائريه كعنوان للفيديو زعما، وكتب تحتها السائح الجزائري يعود. والبروبليم اللي كاين في الفيديو والتناقض الكبير اللي يخلي الفيديو بدون قيمه، كاتب تحتهم المكان سري جدا. ايش استفدنا جميعا من هذا؟ ايش استفدت انا؟ احرجتنا على ايش استفادت الامه؟ المهم خاوتي بغيت نقول لكم باللي كل ما خططت مليح كل ما تخرج العطله تاعك شابه. ومن جهه واحده اخرى الجزائريين اللي ما صيفوش مليح هذا العام يعاودوها العام الجاي ويصحوا الاخطاء اللي صراو لهم هذا العام. والبروبليم كيجيك واحد من دوله واحده اخرى وكان يشوف فيديوهات شابين على البلاد ومن بعد يروح للشواطئ تاع مخيمات اللاجئين. القرعه والقزبر ثلاثه والقناريه السوا ديال القميله اللي عند القميله في الشديان واللي عند القميله في لنفترض انني انا سائح اجنبي وانت كجزائري تحاول تقنعني انه هذا المكان يجوه الناس للسباحه والترفيه ويفوتوا عطله 5 طوال. والله لو تفتح راسي وتروح لمخي وتروح للفص الايمن في المخ
وتحط معلومتك لن أصدقها. وانا من عندي هاد الشواطئ هادو ماشي 5 طوال، هادو قند تاع نجمه ما نعطيه لهمش. ومن ناحيه واحده اخرى هادو مخيمات ماشي شاطئ، هادي غزوه هادي. وماشي غير المخيمات وحدهم، حتى النياغو كاينين. خاصنا غير السيوفه ونديروا غزوه لاسبانيا والبرتغال، ونديروا فيلم اعاده فتوحات الاندلس. وهاد الخيمه الاسطوريه راه غير تبان لك صغيره، لو كان تدخل ليها صديب وتلقاها اكثر من داركم، تاكل فيها، تزبل فيها، تبدل فيها. المهم هي والاقامه الجماعيه تقريبا كيف كيف. الا الدوله ما دارت شي حل لهاد المخيمات تاع اللاجئين، يولوا السياح كي يجوا للجزائر يفوتوا العطله تاعهم بعد يرجعوا لبلدانهم ما يشاركوش التجربه تاع عطلتهم في الجزائر مع الاصدقاء ولا العائله، خاص يولوا يحوسوا غير ينساو هذوك اللحظات اللي فوتوهم في الجزائر. Leave me alone! ومن ناحيه واحده اخرى لو كان تجي تشوف انواع الجزائريين في البحر تشبع ضحك، تلقى النساء هذا هو الدور تاعهم، ما عنده حتى قضيه، سمبل همبل. اما الرجال سيرتو الا كان عندك واحد متقاعد كي تبدا تستمتع بوقتك يجيك هو يقول لك هيا روحنا ما تبعدش ما ندير، هيا لمدوش يذكر احنا ماشيين. والبنات ثاني من اللي تلقاهم يديروا كيما الاولاد، مع الله لا تحير ما تعرفهم الا محاوله طيران ولا محاوله غوص الله اعلم. اما معشر الشباب البرمائيين يخلوا البحر يعطوها بتنقيزه على الطائر في الرمله، اللي ياكلوه رمله ما يشربوش ماء. المهم خاوتي نشارك معكم هذا الفيديو. لو كان ما شفتش علم الجزائر هنا نقول هذا الشاطئ جاي في الهند، اصاحبي على حساب لاكولير تحسب طايبين في العدس. على بها الاجانب ما ولاوش يفرقوا بين الجزائر والهند. Where's India? I don't know. Oh, Correct. كيما قال لي غاندي حبي حبي درجي درجي ديروا داري. وباش ياكدوا ليها باللي حنايا هنوده تاع الصح، كل واحد يصلي وين ما يبغي كيما يبغي. بصح انا ما فهمتش خاوتي، هذا يصلي هاك وهذا كان يصلي هاك والاخر من هيك. وقبل ما نختموا هذا الفيديو بغيت نقول لكم باش نعرف شكون وصل معايا حتى لهاد النقطه من الفيديو، كتبوا لي في التعليقات البحر. المهم خاوتي ما تنساوش لايك سبسكرايب، الناس اللي ماشي مشتركين يتفرجوا لي فيديو مرحبا بكم في الاشتراك مجانا. So please subscribe, whatever.